السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من آخر فيديو كنا فيه مع بعض امبارح. تعالوا بقى ارجع لكم النهارده ان شاء الله بيوم جديد وفيديو جديد. واختي بقى لسه معايا. انا عايزه اقول لكم ان انا بصي يعني ما خليتهاش تمشي، اقسم بالله. قلت لها انت مش هتمشي وتسيبيني، انت مش هتسيبيني في الحصه دي كده لوحدي. وهي والله العظيم قاعده معايا وما قصرت خالص. يلا بينا بقى نسمي الله. واول حاجه عايزه اقول لكم يعني فرحت قوي من كومنتاتكم الجميله بتاعه الفيديو بتاعه امبارح عن اختي، وبجد فرحتوني قوي. انا كل فعلا ما بعمل حاجه او كل ما بتلاقوا حد معايا يطلع معايا في الفيديو انتوا بترفعوا راسي كده وبترفعوا من معنوياتي بذوقكم وكلامكم الرقي دوت. ربنا يا رب يديمكم في حياتي ويخليكم يا رب ليا. وعايزه بقى لايكات كتير قوي على الفيديو النهارده. بصوا على قد ما تقدروا كل واحده وكل ست كده دخلت الفيديو تتفرج على الشروق تحطي لي لايك على طول اول ما بتخش الفيديو. طبعا في الفيديوهات اللي فاتت تابعتوا معايا، فضينا بقى المطبخ وفضينا النيش والصاله بره. عايزه اقول لكم زي ما انتم شفتوا لسه مقلوبه كده زي ما هي، وهتفضل مقلوبه لحد ما امشي انا عارفه. المهم جبنا بقى الكراتين اللي انا كنت جايباها دي وخلاص جه الدور بقى على الاوضه دي. عايزه اقول لكم انا الحمد لله جانا ورتال في الدرس تمام واستغلينا بقى الفرصه. عايزه اقول لكم بصوا سايبين حتى بنتها زمزم نايمه على السرير قدامنا عشان نقدر نشتغل براحتنا، لان امبارح ما كناش عارفين نعمل اي حاجه خالص منهم بصراحه. البنت كده يعني ولا حول ولا قوه نايمه في السرير، تلاقوها بصوا الاتنين فوقيها مره واحده. فمي يعني بتتخض وانا بتخض عليها طبعا. فلازم كده ايه يعني نكون رايقين كده واحنا شغالين تمام. جه بقى الدور على الاوضه دي. لازم الاوضه بتاعتي دي تتفضي بقى خالص تماما، لان كده خلاص ما بقاش اللي فيها، ما بقاش اللي هي دي والاوضه بتاعت البنات. انا هنزل كل هدومي والمفارش والبطاطين بقى وكل حاجه، وهدومي قصدي هدوم احمد، كل الكلام ده انا هفضيه في الكرتونه دي. الكرتونه دي هحط فيها الملايات بس، الملايات او الجوفرتا او اي مفرش او اي حاجه هخصصها بس كده للفوط والملايات. عايزه اقول لكم ان انا رحنا امبارح فطرنا زي ما شفتوا كده عند ماما ورجعنا. قررنا بقى ايه نخلص بقى الدنيا دي كلها. طبعا بالليل ما عرفناش ان احنا نعمل حاجه، لان انا كنت عايزه اقول لكم ان انا بصوا همت كده. انا كل مره بفضل اقول لكم ان انا هكمل بعد الفطار، بس بلاقي نفسي ان انا بتشجع اكتر وبعرف اشتغل بالنهار، ما بعرفش اشتغل بالليل. خلاص بقى بالليل بعد ما بتفطري بتحس ان انت بقى جسمك بيهمد وما بتقدريش تعملي حاجه، خاصه ان انا بنزل معاكم الفيديو بعد الفطار، فما بقاش عارفه بقى بصراحه ان انا اكمل تاني. فبرتاح شويه وبنحضر السحور وبننام وبصحى تاني يوم على طول الصبح بخلص بقى كل اللي ورايا. بس انا لحد دلوقتي ما اشتغلتش خالص بعد الفطار. فيعني الحمد لله ربنا بس يعيننا كده. ادعوا لنا كده دعوه حلوه من قلبكم، لان فعلا النقله صعبه جدا جدا في رمضان. انا اول مره في حياتي انقل في رمضان. ناس كتير جدا قالت لي يا شروق يعني احنا بالنسبه لنا في ناس كتير قوي بتقول لي بننقل 3 4 مرات و8 مرات وبتاع، فعندها خبره في النقل وعندها خبره في الحاجات اللي هي بتتشال ازاي وبتتحط ازاي وبتتغلف ازاي. انا كان بالنسبه لي ما يعني انا بصراحه ما اعرفش في حاجات انا ما اعرفش فيها. فبقرا كومنتاتكم وبشوف برضو الدنيا دي، واحده تقول لي كذا واحده تقول لي كده واحده تقول لي كده، استفدت بصراحه منها. عشان كده بقول لكم اكتبوا لي في الكومنتات، لان انتوا كده معايا ايدكم بايدي. انا عارفه ان كل واحده نفسها فيكم تجي لي كده ويعني تفطرني وتشيل حاجه معايا وتساعدني. ناس كتير قوي قالت لي يا شروق احنا جنبيكي في ارض اللواء فجيرانك وعايزين نجيلك وبتاع. كتر الف خيركم والله العظيم. اللي يعني مش عارفه اقول لكم ايه، انتوا طبعا اخواتي واهلي. يا رب دايما طبعا ما يحرمني منكم ابدا. انا عارفه والله العظيم ان ده مش كلامه بس، عارفه ان ده من قلبكم، واللي في مقدرتها حاجه اكيد كان نفسها تعملها معايا. طبعا كل حاجه عملتوها معايا اكنكم فعلا انتوا عملتوها. اكتبوا لي بس في الكومنتات ارائكم وشوفي كده انا يعني الحاجه اللي بعملها صح ولا غلط. في حاجه مثلا بكون انا ناسياها، طريقه تغليف حاجه غلط بتاع يعني الحاجات دي كلها خليكم طبعا بايدي. بصوا بقى الكرتونه دي كده كلها الحمد لله خدت معايا الملايات بس والفوط، كام فوطه بس كده. عايزه اقول لكم لسه في هدوم في الغساله وهدوم على الحبل. طبعا الحاجات دي انا برضو هخليها في كرتونه تانية. اي حاجه بعد كده بعد اللي غلفتها دي مش هقفلها واسيبها، مش هرجع افتح حاجه تاني. وفي الاخر بقى بصوا دي الجوفرتا دي انا افتكرتها لقيتها كنت في حطاها في دولاب البنات، لان انا الملايات بالذات عايزه اخليها كده ايه يعني ملايات الاوضه دي لوحدها غير ملايات اوضه البنات. تمام كده. ادي اول كرتونه خلاص الحمد لله اللي فيها الفوط والملايات اتقفلت على خير. هنبسطرها بقى كده كويس قوي. وعايزه اقول لكم ان الكراتين دي والله العظيم ناس كتير قوي في الكومنتات قالت لي يا شروق اديني اسم الجروب اللي انت اشتريتي منه اللي قولوا معايا الكراتين والحاجات دي.
مش انا اللي طالباها والله، احمد اللي طالبها من تليفونه، فان شاء الله هعرف منه وهكتب لكم باذن الله. اي واحده تسالني هكتب لكم على طول. انا ما اقدرش ان انا اقصر معاكم اي حاجه في اي حاجه خالص والله. خلاص بصوا بقى ريتال مره زمزم مره شويه تصحى ومره شويه زمزم مي تقعد بيها حبه بتاع، فبننجز ايد على ايد برضو بتساعد. انا لما بعمل الحاجات دي كلها لوحدي انتوا بتشوفوا في الفيديو السرعه وكل حاجه ان انا خلصت على طول في مقطع 20 دقيقه، بل بالعكس الحاجات دي بتاخد معايا يوم بحاله. فعشان كده بقول لكم والله العظيم ان انا قد ايه فعلا بتعب. فربنا يا رب يعيننا كده ويخلص يا رب كده نقلتي على خير. انا شلت بقى المفرش دوت لان انا زي ما قلت لكم انا مش فرشه سجاد في الاوضه بتاعتي، فرشت بس ايه المفرش اللي هو بتاع اللي هو بديل اسمها دي الدفايه دي، المهم ما علينا، عشان بس ايه ما يبقاش رجلينا مثلا او رجل البنات على البلاط او حاجه. والنهارده بقى احنا ما تعزمناش عند حد، احمد جاب فطار، جاب لنا فطار النهارده وحتى هو راح فطر عند مامته عشان برضو ايه قال لي انا هسيبكم براحتكم عشان برضو اختك وبتاع فتبقوا قاعدين على راحتكم. فهو طول اليوم كده ما جاليش وكان بره بصراحه بيشوف بقى البيبان بتاعت الغرف اللي مطلعه علينا دي. عايزه اقول لكم ان انا بصوا انا لحد دلوقتي مش عايزه اصور لكم في الشقه التانية واقول لكم ايه اللي حصل، لان فعلا انا بجد يعني انا مش عايزه اخبي عليكم بصراحه. انا جبت بيبان غرف وبيبان يعني جبت 3 بيبان طبعا الاوضه بتاعتي اوضه البنات وزي ما انتم عارفين باب الحمام. فالباب جبته وبعد ما جبته ودهنته ورشيته وبتاع وكل حاجه لقيته بصراحه شكله برده مش حلو، فما رضيتش اوريه لكم. هو شكله كان شكله عامل ازاي؟ بصوا شايفين اللوح بتاع الضرفه بتاعه الدولاب بتاعتي دي المقلمه، انا جايباها زيها كده، جبته زيه كده مضلع ولونه ابيض، لكن التضليعه بتاعته لما انا جبته كانت يعني خفيفه قوي، اللي هو ما تشوفهاش تحس ان هي باب كده مسطح ما فيهوش اي حاجه، مش مضلع ولا فيه حاجه. لان انا عايزه اقول لكم ان انا لما خلاص بقى خدت خبره مش عايزه اعمل حاجه تكون اوفر، اول حاجه تكون فيها دوشه زي البيبان اللي انا كنت حاطاها دي وشلتها، عشان برضو مرجعش اندم بعد كده. انا لحد دلوقتي بابين اهو متحطوا ومش مريحيني بصراحه، فمش عارفه. المهم ان انا في باب دلوقتي شفته وهيتعمل عموله ان شاء الله، لان انا الباب اللي انا جبته دوت اللي انا بقول لكم شبه الدولاب بتاعي دوت. بصوا هنا كنت بنزل بقى الهدوم بتاعتي والعبايات وكل حاجه دي لبس الخروج بتاعي هشيله كده زي ما هو كنت عايزه احطه في شنطه سفر، ورجعت ما قالت لي لا اخلي الهدوم بتاعتي كلها بقى في كرتونه واحده علشان ايه ما تبقيش يعني متحيره. وعلى كل كرتونه زي ما قلتولي انا هكتب ان شاء الله يعني الكرتونه دي فيها ايه بتاع، لان برضو ما تلخبطش. خلاص كده انا الحمد لله كده الدولاب يعتبر يتفض، فضيت بقى هدومي وهدوم احمد والمفارش كلها زي ما شفتوا. وهنا البساقط دي انا كنت حاطه فيها الفلانات بتاعت احمد، الغيرات بتاعته اللي هي الداخليه، عشان بس ايه الحاجات الصغيره دي بتبقى يعني ما تتنطرش يعني ما تبقاش في اي حته كده. بصوا الدبان عمال كل شويه يجي على ارتال، قصدي على زمزم، عشان انا فاتحه الشباك عشان بس ايه نهوي الدنيا شويه. تمام. والدرج بقى دوت اللي في الدولاب اللي هو الصغيرين الاتنين دول، حاطه في واحد منهم تيشرتات احمد مش بيلبسهم، حاجات يعني هو مش بيلبسها فمخليها كده على جنب. والدرج التاني حاطه فيه الاوراق والكلام ده. الاوراق اللي في الشنطه دي انا ان شاء الله هجيب بتاع ده اللي هو بيتقفل اسمه ايه، حقيبه، علشان خاطر طبعا اي ورق اي حاجه مهمه اي حاجه فيها الضمانات بتاعت الاجهزه او اي حاجه ما تضيعش معايا وتتبهدل. دي كانت اكتر حاجه مهمه في الشقه كلها هي الاوراق دي، فانا لازم ان انا فعلا فكروني يا جماعه في اخر الفيديو، عشان انا حطيتها على فكره على التسريحه وسبتها، قلت لما اخلص هحطها في حقيبه، فانا ايه فكروني عشان انا عارفه نفسي اكيد هنسى. خلاص بصوا بقى انا بشيلها شويه وما يتشيلها شويه. عايزه اقول لكم بنت سكره وزي العسل، ربنا يا رب كده يراضي كل مشتاق وكل اللي في نفسه يا رب كده حاجه، ربنا يا رب يراضيه ويحققها له. وانا عايزه اقول لكم ان انا يعني انا كان نفسي ان انا رمضان معاكم بقى ونعمل اكلات ونوضب كده الشقه لان فعلا الروتينات فعلا وحشتني. انا بقالي كتير قوي ما بعملش يا جماعه روتينات والله، بس انتوا عارفين غصب عني الحاجات دي. يعني انا الفتره دي ما اقدرش اعمل كل الكلام ده، اكيد شايفين بقى ان انا بنقل وبعزل ومحتاسه حوسه ما يعلم بها الا ربنا. الحمد لله، يلا الحمد لله كله طبعا خير من عند ربنا. ادي تاني كرتونه خلاص، ادي كده كرتونتين طلعوا من الدولاب.
تمام. اما باقي الحاجات اللي في فوق الدولاب دي ان شاء الله برضو هنزلها، لان الحاجات دي في حاجات انا جديده كنت جايباها وما كانش ليها مكان، فطبعا انا حطيتها فوق الدولاب لان انا ما عنديش مكان. بصوا بقى زمزم كانت هنا بقى مهيبره خالص، عماله تضحك وتهزر. عايزه اقول لكم اصلا ان هي بتنساني لما بقالي كتير ما بشوفهاش، ولما مثلا هي ما بتجيش عند ماما او الفتره دي انا ما بقاش متواجده كتير في البيت، فهي بتنساني. فلما جت قعدت معايا هنا اليومين دول بقت خلاص بقى عماله تبص لي وتضحك لي واخدت عليا. طبعا انتوا عارفين ان الاطفال كلها كده لما تغيبي عنهم بينسوكي. عارفين لو ما حدش كان معايا، يعني انا كان زماني دلوقتي قاعده كده عماله اقول ايه، بكره هعمل الاوضه، لا طب انا هعمل اشوف مش عارفه ايه اعمل ايه. لا انا مي بصراحه كانت معايا ايدها بايدي في كل حاجه وانجزتني بجد. قالت لي لا تعالي يلا ننزل هنا، تعالي نشيل دي، تعالي نعمل دي، وسعي لي المكان دوت، حطي هنا الكراتين. لا بصراحه ما اثرتش معايا والله خالص. فانا يعني اختي بصراحه وماليش غيرها، انا وهي واحد، وانا وهي يعني بنسند بعض. فعايزه اقول لكم ان هي بتشتغل معايا وبتعمل معايا، وظهرها على فكره الفقره الاخرانيه في ظهرها مكسوره، فهي لابسه حزام وبتعمل معايا والله وهي تعبانه. فعايزه اقول لكم ان هي بتريح شويه، بتقعد شويه، بتشتغل شويه، ساعات هي في حاجات كتير قوي، اعملي دوت واعملي دوت زي ما بقول لكم كده. تمام. دي فريزر المحيرني اللي واقف في نص الشقه ده كده طول اليوم ومحيرني. انا لحد دلوقتي عايزه اغسله، كل شويه رايحه جايه عليه هغسلك امتى، لان انا عايزه افضيله مكان علشان خاطر احطه فيه بس عايزه اشيله بقى وهو نضيف، لان انا مش عايزه اخد حاجه معايا متبهدله خالص. خلاص. انا بس ايه كل شويه بوسع الصاله هنا عندي كلها كراكيب وكلها شنط وكراتين وحاجات وورق وبتاع، فانا ايه عايزه افضي الدنيا كل مره، لان كل شويه كل ما بحط حاجه الدنيا بتتكركب اكتر. فانا بحاول على قد ما اقدر كده ان انا يعني ما اخليش الدنيا برضو زيطه عندي كده. خلاص. انا بس هنا كنت بوسع للمكان اللي هناك دوت. شفتوا بقى شايفين النيش يعني لما شلته فخد معايا كل الكراتين دي، ولسه برضو هفضي الاوضه جوه وهجيب باقي الكراتين احطها فوقيهم، ولا مش فوقيهم هحطهم جنبيهم، لان الحاجات دي فيها ازاز. احمد كان فاكر اصلا ان انا لما افضي النيش واحطه في الكراتين ان انا هسيبه زي ما هو. قلت له لا، قال لي لا هتفكيه مع الاوض مع الحاجه لما تيجي تنزل الخشب. قلت له لا انت تشيله لي دلوقتي حالا عشان خاطر احط مكانه حاجات، لان الشقه كده زي ما انتم شايفين انا مش عارفه اعمل حاجه. وان شاء الله اتفقت مع شركه باذن الله هيجي يغسل لي الانتريه، لان الانتريه صعب جدا ان انا اغسله، ما عنديش وقت اصلا، ما عنديش مجهود ان انا اعمل حاجه تاني. انا لو عليا هاخده كده، عايزه اشيله كده، لكن ما ينفعش. قلت هغسله الاول واغلفه ويطلع نضيف. فانا كنت عايزه لما اغلفه واشيله يبقى خلاص بقى ما حدش يقعد عليه تاني، فعشان كده انا سايباه هو اخر حاجه خالص ان انا اعملها. تمام كده. ودي اخر كرتونه هي اللي انا جبتها جوه بتاعت اللي فيها اللبس، هحطها هنا كده جنب اخواتهم مع الكراتين. بصوا بقى الكراتين فعلا بجد نفعتني قد ايه. انا لو كنت جبت شنط كبيره ولميت فيها كل الحاجات دي ما كانش هياخد معايا حاجه يعني كل الكلام ده، والمنظر مش هيبقى برضو لائق كده. فانا حبيت ان انا حاجتي كلها تبقى في كراتين. النيش بقى انا شايلاه حطاه في الريسبشن بره. ان شاء الله هقول لكم هعمل بيه ايه. تمام. لان انا برضو لحد دلوقتي محتاره في النيش ومحتاره في الديب فريزر، هاخده ولا مش هاخده، بس يعني مش عارفه. المهم ان انا قعدت كده ريحت، والبت السكره الجميله دي كل ما بعدي قدامها تقعد تضحك لي اسيبها، فتلاقوني كل شويه في الراحه والجايه عماله انكش فيها. هنا بقى جيت في الشنط اللي انا جايباها دي اللي انا اتصدمت فيها واتخدعت فيها، وخدت كده بالقلم اقول ايه بقى، يلا الحمد لله مش مشكله. بعد ما جبتها اتصدمت فيها بصراحه. عايزه اقول لكم يعني انا مش انا اللي استلمتها، احمد اللي استلمها. يعني انا طلبتها من على جروب على الفيسبوك واحمد هو اللي استلمها. فلما جيت انا لو انا كنت واقفه وانا اللي استلمتها كنت فتحت الاكياس وشفت خامتها، لما عجبتنيش كنت رجعتها تاني. انما احمد عادي، انتوا عارفين ان يعني هما في الحاجات دي عادي مفيش اي مشاكل. فانا قلت يلا هعمل ايه بقى، مش مشكله خلاص، هما 300 جنيه عادي بقى، فاكني بيهم جبت بيهم اي حاجه. بعد ما حطيت الحاجه كده في الشنط وجيت برفعها، وانا برفعها والله العظيم ايدي دخلت، صوابعي دخلت لجوه، يعني عدت الشنطه اصلا اتقطعت. تمام. البساكت بقى والحاجات دي طبعا كلها هاخدها باذن الله. حطيت فيها الشماعات لان خلاص كده الدولاب زي ما انتم شايفين اتفض، وانا مش هعمل اي حاجه في الاوضه ولا اعدل فيها اي حاجه غير ان انا هغير الكابوتونيه بتاع السرير. الاوضه كلها هاخدها زي ما هي.
لكن الكابتون بتاع السرير انا محتاره في شكله بقى، فمش عارفه، قولوا لي كده تحت في الكومنتات على لون حلو اعمله، وحاجات مودرن كده جديده برضو، فادوني فكره كده ايه يعني، خليكم كده معايا في الحاجه دي، لان زي ما بقولت لكم ان انا مش هغير اوضتي، الاوضه بتاعتي انا مرتاحه فيها وكل حاجه انا عايزاها كده زي ما هي. رفعت بقى السرير، وحلاوه السرير بقى كده مع المولة لما بتترفع يعني ميزتها جميله قوي، فعشان كده بقول لكم انا الغرفه بتاعتي عايزاها كده زي ما هي. هطلع بقى الترابيزات دي، كنت شارياها من ايكيا، ترابيزه اللي هي كبيره وترابيزه وسط عشان طبعا البنات وبتاع، ودي حله حله ضغط، وطبعا طقم التوزيع اللي انا كنت جايبه الحاجات دي، في بعض الحاجات ان انا كنت جايباها وعرضتها معاكم، وحاجات بصراحه كنت بجيبها واشيلها على طول تحت السرير. وده طقم صواني كنت جايباه من كيتشانوفا، حاجاتهم حلوه قوي يا جماعه بصراحه يعني، ما بتعاملش الا معاهم طقم الحلل والحاجات دي. وهنا بقى الشنطه دي فيها البطاطين بتاعت البنات، انا حطاها في الشنطه اللي هناك دي. وشنطه السفر بقى اللي هي الحمرا دي انا مش حاطه فيها هدوم، لان الرقم بتاعها انا ناسياه، واحمد يعني كنت احط فيها حاجات دلوقتي، واحمد دلوقتي ما عرفتش اوصله، تليفونه كان مقفول، وقلت بقى خلاص مش مشكله احط هدومي في الكراتين، خلاها كده هي خفيفه. الشنطه دي عايزه اقول لكم جميل قوي، جوه منها كمان شنطه صغيره زيها كده برجول كده، طبعا انا مخليها للبنات لما نيجي نسافر او حاجه، ان شاء الله على خير يعني باذن الله. خلاص كده هنا بقى احمد بعد ما جه بعد الفطار قلت له بقى يطلع عشان انا ما عنديش سلم، هات ناولني يا احمد الحاجات اللي فوق الدولاب دي عشان ايه احطها في كرتونه وتبقى كلها كده ايه مع بعض. خلاص كده انا مش سايبه اي حاجه في الغرفه الا هدومي وهدوم احمد، الحاجات اللي احنا بنلبسها وقت كده. انا برضو ما شلتش كل الهدوم، حتى تلاقوا على الشماعه دي فيه هدوم، الهدوم دي لاحمد اللي هيلبسها، والحاجات واللبس بتاعي اللي انا هلبسه برضو، عشان ايه انا ما لمتش كل حاجه وارجع تاني عاوز حاجه اروح فاتحه الكراتين ونكشف الهدوم والدنيا تبوظ معايا تاني. فانا كنت بحاول الحاجه اللي هي تتقفل خلاص ما ارجع لهاش. تمام كده. هنا بقى احمد جاب لي الكرتونه دي وبيقفلها لي بالسوليتيب علشان ايه نحط بقى كل فيها، نحط فيها كل الكلام ده ان شاء الله. بقى نجيب بقى الملايات بتاعت العيد على خير. بصوا كنت بوريكم المنظمات والحاجات دي بتاعت كنت جايباها لاوضه البنات نحط فيها الغيارات بتاعتهم، هتشوفوا معايا. بصوا انا جايبه حاجات كتير قوي ان شاء الله نفرشها على خير، وحاجات فيها افكار جميله باذن الله، فهنفرش بقى الشقه لسه هناك بقى ونعمل فيها روتينات جميله، وهتشوفوا حاجات حلوه ان شاء الله هتعجبكم. انا بس ايه بوسع الدنيا علشان خاطر احمد بقى ايه يعرف ياخد راحته كده، ونحط الحاجه في الكراتين. انا كده الحمد لله الاوضه كلها قفلت معايا ما فيهاش اي حاجه، خشب بس فقط، بس كده. بصوا بقى الكراتين بصراحه متينه وحلوه قوي، وبرده سعرها مش غالي. انا كنت جايبه حوالي 12 كرتون او اكتر بالبقره اللي هي البابل دي. تمام. كنت كلهم عملوا حوالي 400 وحاجه من على جروب برضو على الفيسبوك. فالحاجات دي قد ايه فعلا نفعتني جدا، زي الحاجات دي زي الناس اللي بتيجي الشركه اللي هي بتيجي تنقل لك الحاجه بتاعتك وتغلفها لك وتقفلها لك وتشيلها لك. فعلى ايه انا لخصت الدنيا وشلت حاجتي انا بنفسي، وعرفت انا حاجتي بشيلها ازاي، واكيد طبعا انا هكون خايفه عليها اكتر منهم، وابقى عارفه بشيل حاجتي ايه اللي انا عايزاه ايه اللي انا مش محتاجاه. فاهمين؟ حتى لو جه حد عمل لي حاجه ما انا هقف برضو واشوف هم هيشيلوا ايه ويعملوا ايه، ما في حاجات انا مش كلها هاخدها، وحاجات في حاجات هسيبها برضو، الحاجات اللي انا هسيبها دي هغلفها واسيبها لوحدها، وفي الاخر خالص ان شاء الله بقى ايه تروح لصاحب نصيبها. تمام. دي تصوت اللي هي الغويطه اللي هي بتاعت نوك اسمها ايه، نوك لاين. تمام. كنت برضو جايباها. واي حاجه جديده والله كنت بجيبها ما برضاش افتحها في الشقه هنا، قلت لا اخليها في الشقه اللي هناك. حتى والشقه كانت لسه على الطوب، قلت لا كنت كل ما اجيب شوكه اجيب ملايه، دي ملايه اطفال ماشي، اجيب صينيه، اجيب كوبايات، اجيب منظمات، اجيب اي حاجه تعجبني اروح شايلها على طول اكني عروسه كده بجهز من اول وجديد. فالحمد لله خلاص دي كده الكرتونه دي الحاجات اللي كانت تحت السرير وفوق الدولاب احمد خلاص كده غلفها لي. والكرتونه دي اللي هناك على السرير دي فيها فوط بتاعت البنات، والشنطه التانية دي فيها الحاف بتاع الغرفه بتاعتي برضو كنت شارياها جديده. وقلت برضو كل الكلام ده انا مش هفرشه الا هناك على خير بقى باذن الله. دعونا بقى كده يا جماعه بالله عليكم، عشان انا كل ما بالوقت بيعدي كل ما اكون حاسه ان انا متوتره اكتر.
فادعوا لي كده دعوه حلوه من قلبكم، وربنا يا رب يراضيكم ويجبركم يا رب دايما زي ما انتم ما بتجبروني، ويساعدكم يا رب، ويراضي يا رب كده كل مشتاق، وكل اللي في نفسه حاجه ربنا يا رب يحققها له. انا ببقى سعيده وفرحانه كل ما بشارك معاكم حاجه، حتى لو كانت حاجه قد كده. فيعني الحمد لله. بصوا بقى شايفين مكان النيش خد معايا كراتين قد ايه، الحمد لله. والسفره كنت هشيلها، مي قالت لي فضي الحاجات اللي عليها وحطي حاجات فوقيها ما تشيلهاش، هتشيلها توديها فين؟ فهي عندها حق برضو. مي دلوقتي بقى جوه بترضع زمزم، فهنا بقى ايه كانت مهمه احمد. خلاص انا كده قفلت الدنيا على خير، ومفيش اي حاجه تانية غير بقى غرفه البنات. وان شاء الله زي ما قلت لكم الشركه هتيجي تعمل لي الانتريه، هتنضفهولي وتغلفهولي، وهنشوف بقى الدنيا بعد كده هتمشي ازاي. عايزه اقول لكم ان انا بصوا ارتحت حاجه كده وعدت من عليا، لان فعلا الغرفه دي انا كنت شايله همها قوي. ادي كده شكل الدولاب، كل حاجه اتشالت من مكانه وبقى ابيض كده زي الفل، ما فيهوش اي حاجه. خلاص يا رب بقى الفيديو النهارده يكون عجبكم، حطوا لي بقى لايكات كتير قوي قوي على الفيديو دوت، وكومنتاتكم الجميله اللي دايما بتشجعني. وان شاء الله بقى انتظروا فيديو بكره جديد على خير، واسيبكم في حفظ الله، مع الف سلامه.